عايزك بقى تعملي حسابك علشان ماما ان شاء الله هتيجي وتعيش معانا. اكيد طبعا يا حبيبي، هجهز كل حاجة. البيت هينور بطنط ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. يلا سلام عليكم بقى، هروح اجيبها واجي. لما اروح بقى اجهز الاكل واجهز الشقة كلها علشان طنط ما تتضايقش ولا حاجة. يا اهلا وسهلا يا طنط، حضرتك نورتينا خالص. اكيد يا حبيبتي، بتبني منور باصحابه. طبعا طبعا يا ماما، اتفضلي اتفضلي. اتفضلي حضرتك يا طنط، ارتاحي، زمانك تعبانة من الطريق. اتفضلي ارتاحي وانا هحط لك الاكل. لا طنط ايه بقى، ما تقوليليش طنط، انا زي ماما، قوليلي يا ماما. شفتي ماما بتحبك ازاي يا حبيبتي؟ ايوه طبعا، حاضر يا ماما. انا نازل رايح الشغل يا حبيبتي، عاوزه حاجه؟ لا يا حبيبي شكرا، مع السلامة. خير يا ماما، محتاجة مني حاجة؟ لا مش محتاجة، بس ايه الريحة دي؟ ريحة ايه؟ مش عارفة كده، في ريحة كمكمة في البيت كده غريبة. انتي ما بتنضفيش ولا ايه؟ لا والله يا ماما بنضف. طب شوفي ايه مش عاجبك وانا اعمله. البيت كله مش عاجبني، عايزاكي كده تنضفي البيت من اوله لاخره، علشان ابني لازم يقعد في حتة نظيفة. بس انا مش مقصرة والله يا ماما. واضح يا حبيبتي واضح. ايه بقولك ايه، ما تقوليش يا ماما تاني. بس حضرتك اللي قايله لي كده يا ماما. لا مش حلوة كده، مش طالعة حلوة. خليكي يا طنط زي ما انتي، اوكي؟ حاضر يا طنط. انا نضفت يا طنط زي ما حضرتك قلتيلي بالظبط. في حاجة تاني عايزاني اعملها؟ لا مفيش، لو في حاجة تانية هبقولك. يلا بقى بسرعة روحي حضري الاكل قبل ما جوزك يجي. حاضر يا طنط. مش كان احسن لو كان اتجوز بنت خالته حلوة ونظيفة وشملولة؟ امال دي مش عارفة سهولنا كده ليه في نفسها؟ يا ميلة بختك يا ابني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي، بس مش قادرة اخد نفسي. الشقة بتاعتكوا دي كبيرة قوي وعمالة انضف فيها من ساعتها. يلا روح غير هدومك عشان انا حضرت لك الاكل. يا خبر يا ماما، تعبتي نفسك كده ليه بس؟ ما خلتيش سعاد هي اللي تعمل ليه؟ ولا يهمك يا حبيبي، ما هي بنتي برضو زي ما انت ابني، انا بساعدها شوية يعني. الله يخليكي لينا يا ست الكل، انا عارف ان قعدتك معانا هنا هتبسطنا خالص. اكيد طبعا، امال ايه. الحمد لله على السلامة يا احمد. الله يسلمك يا سعاد، كده سبتي ماما تتعب نفسها وتروق الشقة وتعمل لنا الاكل. انا مش عايزك بقى تتعودي على كده. ايه انت بتقول ايه يا احمد؟ خلاص يا حبيبتي، خلاص هبقى اسيبك انت اللي تعملي المرة الجاية. هو ايه اللي بيحصل بس يا ربي؟ هي طنط بتعمل معايا كده ليه؟ انا عملت لها ايه وحش؟ يا سعاد في ايه يا سعاد؟ انت واقفة من ساعتها عمالة سرحانة واحنا مستنيينك بره وجوزك تعبان. ده انا كنت زمان اول ما احمد يجي من الشغل يلاقيني فرشة السفرة، انت لسه بتفكري؟ يا ميلة بختك يا ابني. حاضر يا طنط حاضر. يلا شهلي بسرعة. اعمل ايه يا ربي؟ مش هينفع اقول لاحمد حاجة لا يفكر ان انا مش عاوزة طنط تقعد. مفيش حاجة بتتعمل في البيت ده صح ابدا. انا مش عارفة في ايه، عايزة تفضل نايمة طول النهار، قال لسه صحيالي الساعة 9 من النوم. ايه ده؟ الشقة مبهدلة والأوضة متكركبة. الله يكون في عونك يا ابني، يا ميلة بختك، يا ريتك سمعت كلامي. يا سعاد. ايوه يا طنط، صباح الخير. هيجي منين الخير يا حبيبتي وانت نايمة لحد الساعة 9 الصبح؟ ده وانا قدك كده زمان كنت بصحى الصبح من الفجرية، يكون البيت كله متشطب والفطار جاهز والهدوم مغسولة ومنشورة. نايمة كل ده ليه يا حبيبتي؟ بس مفيش حاجة يعني يا طنط تستدعي ان انا اقوم بدري، انا اصلا نايمة متأخر. الست الشاطرة يا حبيبتي تصحى من الفجرية. حاضر يا طنط حاضر. يلا بقى روحي حضري لي الفطار، وعايزة كوباية الشاي سخنة مش باردة زي امبارح. حاضر يا طنط، انا اسفة، انا هاخد بالي المرة دي.